اهلا بيك يا برنس. انا جو، دي قناه اضرب. قناه هتكلم فيها عن فنون قتاليه مختلطه، الام ام اي ومنظمه اليو اف سي. في الفيديو ده هوضح شويه حاجات اعتقد انها تساعد معظم البيجنرز يبقوا فاهمين اكتر عن الرياضه، ولما يتفرجوا يبقى عندهم يعني فكره اكبر شويه عن اللي بيحصل. اولا، الام ام اي هي رياضه الفنون القتاليه المختلطه، ميكس مارشال ارتس. اليو اف سي دي منظمه بيلعبوا فيها رياضة الام ام اي، زي مثلا ما الفيفا هي منظمة الكورة، بس هم مش بيلعبوا فيفا، هم بيلعبوا كرة قدم. في بقى الام ام اي من اسمها الفنون القتالية المختلطة، فهي بتبقى كومبو من رياضات مختلفة، زي مثلا البوكسنج، الملاكمة، الكيك بوكسنج، المواي تاي، البرازيليان جوجيتسو، المصارعة، السامبو. السامبو ده بتاع الداغستانيين. ايه كمان؟ يعني دي الحاجات اللي حاضره في دماغي، بس طبعا في اكتر يعني. المهم انها ميكس من فنون قتاليه مختلفه. ايه بقى الجامد في الحوار ده؟ ان مثلا بتشوف يعني لو جبت واحد بتاع جوجيتسو وحطيته قدام واحد بتاع بوكسنج او بتاع كيك بوكسنج، انهي ستايل فيهم اللي هيكسب؟ فبيكون لكل فايتر الستايل بتاعه يعني، وبيكونوا مختلفين عن بعض. على اساس ايه؟ بيكون على اساس الفايتر ده تأسيسه كان ايه. في فايتر بيبقى تأسس مثلا، قعد اول 10 سنين مثلا بيتعلم ريسلينج، مصارعة، فده بيبقى تأسيسه مصارعة. بعد كده مثلا بيروح يتعلم، يعني هو عشان يلعب بقى رياضة ام ام ايه لازم يتعلم بوكسنج وكيك بوكسنج ومواي تاي، ان هو ان انت في الام ام ايه تقدر يعني بوكس، كوع، ركبة، شلوت، وبقى زود على ده بقى المصارعه والجوجيتسو والاخضاع والحاجات دي كلها. فانت بقى برضه علشان تبقى فايتر جامد في هذا العصر محتاج ان انت تبقى متكامل. يعني ماشي، مقبول ان انت تبقى عندك حاجه اجمد من الباقي، بس لازم الباقي برضه ما يبقاش وحش. يعني لو الفايتر ده هيوصل وياخد بطوله او حتى يبقى مصنف، فما ينفعش يبقى بيعرف يعمل حاجه واحده بس. ليه؟ لأن أول لما يبتدي بقى يطلع فوق في الرانك ويقابل ناس مصنفة ويقابل ناس بتعرف تعمل كل حاجة، فساعتها خلاص أنا هبقى عارف إن أنت بتعرف تعمل كذا وضعيف في الباقي كله، فهتجنب الحاجة اللي أنت جامد فيها وهسحلك بقى في الباقي اللي أنت مش جامد فيه ده، وهكسب الفايت بالطريقة دي. طيب، الفايتر المقاتل بيكسب ازاي؟ الفايت بيكسب ازاي؟ عندك حاجة من ثلاثة: يا إما ضربة قاضية، نوك أوت، يا اما اخضاع، سبمشن، يا اما بقرار الحكام اللي بيتسمى الديسيجن. حلو. القضيه سهله واضحه، ما فيهاش حاجه، تاخد ضربه تخش النار. الديسيجن حركه اخضاع، اللي هو بقى فيه مليون حركه اخضاع غير بعض يعني. بس باختصار ان انت مثلا تبقى يا اما هتخنق الخصم، يا اما مثلا تكسر له دراعه او رجله او كده، فهو بيستسلم، بيخبط كده، بيقوم الحكم، يعني هو اصلا بيخبط عليك انت، المفروض بتسيبه يعني، بس هو الحكم برضه بيفصلكوا يعني، عشان لو انت مش واخد بالك، لو الفايتر التاني مش واخد باله في نص النزال يعني الحكم بيفصل. وقرار الحكام ده بقى ايه؟ الفايت، فايت اليو اف سي في العادي بيكون 3 جولات، كل جوله 5 دقائق. النزالات اللي على الحزام 5 جولات 5 دقائق. في بقى نزالات تانية مش بتكون على الحزام وبتكون 5 جولات برضه، بس دي مش القاعده، ده بيبقى كسر قاعده. وده مش بيحصل كتير، ومعظم الوقت بيحصل على فايت اللي هيكسب بين الاثنين دول هيبقى الفايت اللي جاي على الحزام. فبنسبه كبيره اللي هو ايه، بيبقى كانه مثلا تجهيز للفايت اللي على الحزام. بس هي القاعده يعني فايت على الحزام 5 جولات، مش على الحزام 3 جولات، والجوله بتبقى 5 دقائق. الجوله لما بتخلص بتتحسب لواحد من الاثنين فايترز. تعالى نفترض دلوقتي ان انا وانت في نزال، تمام؟ انت كسبت الراوند، فساعتها السكور بيتحسب 10-9 ليك، انت 10 وانا 9. حلو. لو انت كسبت الراوند دي بقى بسيطره تامه وكنت مبهدلني خالص، وانا يعني اللي هو زي ما بيقولوا سيفد باي ذا بيل، يعني ان انا لولا الجرس
لولا ان الراوند خلصت انت اصلا كنت هتفنشني في الراوند دي. ساعتها الراوند دي بتتحسب لك 10-8، يعني انت اعلى مني بنقطتين، بتبقى الراوند دي كانها ب2 راوند. بس دي برضه حاجه نادره، دي حاجه مش بتحصل كتير ان الراوند تخلص 10-8، بس بتحصل. بس يعني زي ما اتفقنا نادره. الاكتر بكتير قوي ال10 9 راوندز، يعني بتاخد حد فينا بياخد الجوله بفرق نقطه واحده. وبقى لو ما حدش فينا انهى التاني باخضاع او بقضيه لحد اخر ال 15 دقيقه او ال 25 دقيقه، ساعتها بقى بنلجا للسكور كارد وقرار الحكام في السكور ومين فينا كسب. ده طبعا الحكام هم اللي بيقرروا. اوضح لكم برضو معلومه تانية. دول 3 حكام اللي هم بتوع السكور كارد، دول 3 حكام بيكونوا قاعدين بره القفص، قاعدين. دول بيتسموا الجادجز، يعني دول غير الراجل اللي واقف جوه القفص اللي هو الحكم اللي واقف جوه القفص. الثلاثه اللي بره دول بتوع السكور. الراجل اللي جوه ده لازمته ايه بقى؟ لازمته ان هو يتاكد ان مفيش اي ضربات غير قانونيه هتحصل. لازمته انه يفصل الفايترز من على بعض بين الراوندز وفي اخر النزال وكده. والحاله الثالثه اللي بيتدخل فيها الحكم اللي جوه القفص في حاله التكنيكال نوك اوت. ايه هو التكنيكال نوك اوت ده؟ هحط لكم برضو فيديو ليه. التكنيكال نوك اوت ده ان فايتر يبقى اخد ضربه شبه قاضيه، بس هي القاضيه النوك اوت بتبقى ان انت تاخد ضربه تنام تفقد الوعي. تكنيكال نوك اوت الفايتر مش بيفقد، ما بيبقاش لسه فقد الوعي، بس مش بيبقى بيدافع عن نفسه، يعني من الاخر هو لسه صاحي مش نايم مش فاقد الوعي، بس في نفس الوقت بين الصحيان والنوم كده. هو بيبقى في حاله مش بيدافع فيها عن نفسه او مش بيقاتل. التكنيكال نوك اوت ده ممكن الحكم يقرر قرار غلط ويوقف الفايت بدري، ويبقى الفايتر التاني ده كان لسه بيدافع عن نفسه. بس بصراحه هو شر لابد منه التكنيكال نوك اوت ده، يعني احسن بكتير بقى ما يبتدي يحصل وفيات في الرياضه. يعني هو الحمد لله لحد دلوقتي لسه ما حصلش ولا وفاه في القفص يعني. طيب قلنا بقى ايه؟ ان الحكم بيوقف الضربات الممنوعه. ايه هي الضربات الممنوعه؟ الضرب في الدماغ من ورا، في الراس من ورا ده ممنوع. الضرب في العمود الفقري ممنوع. الركلات كيكس والنيز لو خصمك على الارض ممنوعه. يسموها هيد بوت اللي هي الروسيه ممنوعه. ممنوع الضرب في الزور، اي ضرب في الزور ممنوع. يعني الخنق ممكن، بس اي ضربه بقى كده مش عارف ايه ممنوع. الضربات في الزور ممنوع. طبعا الضرب تحت الحزام في المنطقه الحساسه ممنوع. الخزق العينين الاي بوكس، حركه جون جونز المفضله في كاريره. ممنوع المسك القفص، يعني انت مثلا لو انت في الارض المنافس وقعك في الارض ما ينفعش تستعمل القفص تشد فيه وتحاول تقوم نفسك. ممنوع ركله بيسموها السوكر كيك اللي هي كانك بتشوط كره قدم. ممنوع انك ترفص المنافس كده في راسه يعني. وفي بقى حاجات تانية مثلا برضو ممنوعه، زي انك تمسك شورت المنافس او تمسك الجلافز بتاعت المنافس، الجوانتي بتاع المنافس، او تشد شعر المنافس، او بق تشد بق منافس كده. دي بتتسمى الفيش هوك اللي هي كأنها خطة في السمكة، خطة في الصنارة. حاجات تانية ممنوعة برضو، العض ممنوع التف ممنوع. انك ترمي خصمك بره القفص وانت قاصد يعني ممنوع. وهي يعني انا ما شفتهاش بتحصل قبل كده. كان واحد صاحبي زوز، احلى مسا عليك يا زوز، كان سالني قريب بس هو ينفع واحد من الفايترز يرمي التاني بره القفص؟ فانا ساعتها بصراحه ما كنتش لسه اعرف انه ممنوع، فقعدت اضحك فشخ. هو بس هيستفيد ايه؟ ما هو انت محتاج تنهي منافسك ده، فانت لو مسكت رميته بره القفص ما هو باشا هيفتحوا له الباب هيجي لك تاني مش هتكسب حاجه. بس المهم طلع انه ممنوع انك ترمي منافسك بره القفص يعني. وطبعا ممنوع انك تضرب خصمك بره الجولات، يعني طالما الجوله خلصت بنوقف، الجوله اشتغلت بنرجع، الفايت خلص بنوقف. مفيش حاجه اسمها اصلا لسه متعصب فانا هكمل ضربه. هي رياضه مش خناقه.
نعم رياضه دمويه ورياضه عنيفه وبتاع، وانا مش هنكر ده يعني، بس هي مش يعني، الناس دي في الاخر جايه بمزاجها تقبض تاخد فلوس حلوه، تدينا انترتينمنت وتسليه، وكله يتراضى ويروح. لو فايتر بقى ضرب ضربه من الضربات الممنوعه دي، والضربه دي كانت قويه قوي واثرت قوي على منافسه، ساعتها اللي ضرب الضربه الممنوعه ممكن ياخد ديسكواليفيكيشن او اقصاء. ساعتها المنافس يكسب. شفنا ده مثلا بيحصل قبل كده على الحزام في الفايت بتاع الجيمين ستيرلينج بيتر يان ضربه الليجال ني، والجو مسك دماغه وقال انا ماليش دعوه، انا مش هكمل، انت ضربتني، انا جاي ممكن يبقى جالي ارتجاج دلوقتي، مش هعرف اكمل الفايت، فقام كسب الحزام. في جزء من اليو اف سي فانز قلبوا عليه، اللي هو علشان يعني كسب الحزام مش بالفايتنج، بالاخر كسب الحزام بقانون يعني، واليو اف سي فانز بيحبوا الفايت، عايزين يشوفوا فايت جامد، مش عايزين يشوفوا حزام بيتاخد بالسهوله دي يعني، او من غير يعني حارب للحزام بتاعك يعني. بس برضه في نفس الوقت انا متفهم وجهه نظر الجيمين ستيرلينج. افرض الراجل فعلا جاله ارتجاج مثلا، انا ايه اللي يجبرني ان انا بنزل 5 جولات؟ فانا مثلا انت لو جبت لي ارتجاج في الجوله الاولى، انا دلوقتي المفروض اقف بقى فايت 20 دقيقه معاك وانا عندي ارتجاج اصلا، ولو كسبتني انت بعديها يعني خلاص الحزام بتاعك، زي مثلا ما حصل بين جون جونز وانتوني سميث. لو انا فاكر صح برضو كان نفس السيناريو، جون جونز اداله الليجل ني، الحكم قام موقف الفايت، وفي الوقت ده اللي اتضرب يقدر يختار انه يكمل او انه ما يكملش، عادي جدا، ممكن تاخد حقوقك كامله وتقول لا يا باشا الراجل ده ضرب لي ضربه الليجل وانا مش هكمل. بس انتوني سميث قال لا انا مش هعمل كده، انا عايز اقاتل واكسب الحزام بتاعي ومش عارف ايه، قام خسر. ومحدش قال له برافو عليك على فكره يعني، هو بس كبر الليجاسي بتاع جون جونز وحط على نفسه، وما كسبش الحزام ولا كسبه قبليها ولا كسبه بعديها، وبس زود في ارث واحد تاني علشان يبقى اسمه برافو عليه. طب هو على فكره جون جونز اصلا ديرتي فايتر يعني، جون جونز في كل فايتاته بيقعد يعمل حاجات قذرة، فانت مش مضطر انك تقبل القذاره دي، خاصه لما يبقى من واحد زي جون جونز. يعني انا مش شايف ان انتوني سميث جدع، ان اصل جدع استجدع مع نفسك، ما تستجدعش مع جون جونز يعني. بس فممكن فايتر يحصل له ديسكواليفيكيشن لو الضربه اللي ضربها كانت جامده قوي واثرت قوي على المنافس، او ممكن يتسحب منه نقط. اللي بيحصل معظم الوقت ان مثلا الحكم اللي هو اللي جوه القفص بيدي انذار، بيدي ورنينج شفوي، بعديها مثلا بيسحب نقطه، والديسكواليفيكيشن دي بتحصل في نوادر قوي يعني. وبرضه في بعض الاحيان بقى في حاجه اسمها ان فايت يخلص نو كونتست. نو كونتست ده لو حصل ضربه ممنوعه، ضربه الليجل بس ما كانتش مقصوده، وحصل منها دمج عالي، حصل منها ضرر عالي على الفايتر التاني، بس المهم انها ما كانتش مقصوده، حاجه حصلت غلطه، ساعتها الفايت ده بيخلص نو كونتست. نو كونتست دي ولا هي مكسب ولا هي خساره، هي حاجه كده عامله زي التعادل، يعني الفايت ده ما كملناهوش. ده غير الديسكواليفيكيشن. الديسكواليفيكيشن دي اللي هي انت كان قصدك انك تعمل حركه ممنوعه علشان تعمل بيها اذى يكسبك، فساعتها بتاخد اقصاء او ديسكواليفيكيشن. مش قاصد نو كونتست. في حاله ان ما حصلش، في حاله ان الفايت خلص ما حصلش بقى ولا اخضاع ولا نوك اوت ولا اي حاجه، ووصلنا لقرار الحكام، يا اما بيتحسم لفايتر من الاثنين، يا اما في اقل من 1% من النزالات بيخلص بالتعادل. بس ده اقل من 1%. انا مش فاكر ولا نزال شفته خلص بالتعادل، بس شفت نزالات نو كونتست. محمد انكلايف فيرسز جوني ووكر اللي كان في ابو ظبي ده، الفايت ده خلص نو كونتست. حاجه كمان مفيده برضو يعني، وانا كنت في الاول متزاول فيها وانا جديد على الفرجه يعني على الام ام اي، وازاي ده بطل وده بطل وده بطل وده بطل، يعني انتوا عندكم كام بطل في البطوله دي يعني. اجابه الموضوع ده ان في اوزان،
يعني في لايت ويت وميدل ويت وهيفي ويت ولايت هيفي ويت وبانتم ويت وفلاي ويت وليله كبيره. يعني اليو اف سي فيها 8 اوزان للرجاله و3 اوزان للستات، فبالتالي بيكون في 8 ابطال رجاله في نفس الوقت و3 ابطال ستات في نفس الوقت، كل واحد للوزن. في بعض الاحيان بقى بيطلع بطل من الوزن ده يقابل بطل من الوزن ده وكده، بس يعني بيبقى في 8 ابطال رجاله و3 ابطال ستات. وبقى في اللي هو الباوند فور باوند رانكينج. الباوند فور باوند رانكينج ده اللي هو كأن لو شلنا الاوزان مين اجمد واحد، يعني اللي هو مثلا يعني كأن مين الجوت الحالي، مين اجمد واحد دلوقتي لو احنا في الشارع مثلا. وبقالنا 3 سنين الباوند فور باوند هو اسلام، لسه متشال قريب بسبب انه فضل البيلت بتاعه وطلع للوزن اللي فوقه، وفي حد بقى كسب البيلت بتاعه ده اللي هو إيليا توبوريا، وبقى دلوقتي هو النمبر 1. متوقع ان اسلام لما يكسب الفايت اللي جاي ليه يرجع تاني النمبر 1، ولو ما رجعش فده ان اليو اف سي بتضغط عليه ان هو يفايت إيليا توبوريا وياخد منه بقى النمبر 1، او يعني نشوف ساعتها مين اللي هيبقى النمبر 1. اتمنى اكون في التوبو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. الفيديو عجبك اعمل لايك شير سبسكرايب، ساعدنا نكبر القناه. شكرا، سلام.